السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن عبد الكريم مدارس تدريب الكلاب، برحب بكم بحييكم. النهارده معانا ماكس في مكانه في فيلته. ودي حصة تانية من تدريبه أو تأمين الكلب، وهنحاول نعضد النهارده عضة. زي ما قلت لكم، تأمين الأماكن بيبقى شغل تاني خالص، ازاي توظفه إذا كان الكلب في مدرسة أو في مكان أو الحاجات دي كلها. طبعا انتوا معايا واحده واحده ومتابعين فيديوهاتي عشان تعرفوا ازاي تشرسوا كلابكم بالطريقه الصحيحه والشرعيه. ان كذا مره قلنا في طريقه غير شرعيه، دي ملهاش علاقه بالتشريس او بتدريب الحراسه. تدريب الحراسه شغل فني. اللي بيحصل بقى ان اللي يقولك انا عايز كلب بيموت والكلام ده كله، الكلام ده حرام شرعا. يعني ايه كلب بيموت؟ دي حاجه مش معرفش بقى الناس بتجيبها منين. ان كلبك حارس يحرس مكانه. ماشي، نبتدي ان شاء الله. يلا روح. معانا ماكس، هو مستخبي في وسط كده. نبتدي نشتغل عليه. شوف الكلب عنده دافع قوي انه يخش يهجم على الديكوي. بصوا، طبعا الرط من غير النبح بتاعه قليل، ودي حاجه عاديه في الرط. المهم يكون عنده الديفنس، والديفنس اللي احنا بنقول عليه ان هو عنده الدافع ان هو يخش على الراجل يعضه. طبعا لازم نسيبه ونريح، مش كله ضغط. اشتغلنا 30 ثانيه قدامهم 30 ثانيه تريح، اشتغلنا دقيقه قدامهم دقيقه تريح. ده زي دوت عشان الكلب ياخد نفسه. ان الكلاب ما بتعرقش من جسمها زي ما احنا عارفين. الكلاب بترطب على نفسها من خلال اللهس اللي احنا شايفينه، والعرق بيطلع من كفوف الايدين او من اللسان. بصوا يا جماعه تكشيره الكلب عامله ازاي. هو عايز يعضه بس، هو هدفه على جسم الديكوي، هدفه على جسم الديكوي مش الكرباج. لا، هو الكلب لو فلت هيعض الديكوي نفسه. هنحاول بقى نديله اول عضه في حياته. اهدى شويه. طبعا الكلب ده من النسخ اللي هي عقليتها موزونه، يعني ما بيبقى اجريسيف قوي، ما بيعضش صاحبه زي الكلاب التانية اللي الرط. طبعا عارفين حوادث الرط مع اصحابها عامله ازاي. وعلى هذا الاساس انا بختار النسخه بتاعتي اللي هي تديني شغل من غير ما تاذيني. وفي برضه الكلاب من كتر الديفنس بتاعها والضغط عليها في الديفنس فبتشذ. ممكن تكون كانت كويسه، بس ضغط الديفنس عليها، ضغط التدريب خلاها تشذ وتعض اي حد. هنحاول بقى نعضده المره دي. لسه ما عضش. ايوه، جود بوي. بدأ هو يعض اهوت، ودي اول عضه في حياته. جود بوي ماكس، جود بوي. طبعا هتتابعونا مع الكلب دوت لغايه ما نخليه نوري لكم العضه بتاعته فول بايت، بس دي بدايه عضه. زي ما قلنا لازم نخلي الكلب يرتاح ياخد نفسه تماما، بعد كده نديله العضه. هو كده تعب زي ما انتم شايفين. طالما بدأ يعمل كده في الارض، يعني بيجيب
الاربع قوائم اللي هم ايدين ورجلين، وعشان يخلي بطنه تلمس الارض، ده كده ارهاق شديد. ده معنى كده درجه الحراره عليت شويه عنه، فبيحاول يرطب، بيحاول يبرد عند بطنه عشان يبتدي ايه ياخد الباور من اول وجديد. الكلاب زي ما قلنا ما بتعرقش من جسمها، فعشان كده طريقه الترطيب بتاعته في منهم بيروح حافر في الارض عشان يطلع الارض الطينه البارده ويروح نايم عليها. ده كله ده ترطيب. في ناس بتحاول ترش ميه على الكلب في الحاله زي كده، لان ده ممكن يجيب احتباس حراري. في حاله ان انا هشوف الكلب كده يبقى ما اضغطش عليه وابتدي افنش التدريب، عشان كل الضغط ده ممكن يعمل هارد اتاك او يديله احتباس حراري او الخ. في طاقه للكلب احترمها واستخدمها كلها للشغل، اكتر من كده ممكن افقد الكلب. اسرق. هنحاول نعمل اخر حاجه عشان الطاقه بتاعت الكلب، احنا مشغلينه من حوالي نص ساعه، فحبينا نصور لحضراتكم الختام. جود بوي ماكس. دي حصه من الحصص بتاعتنا في تدريب الحراسه. وطبعا زي ما حضراتكم انتوا بحب اكون معاكم الكلب من البدايه لحد التفنيش، وان شاء الله انتظر ماكس لغايه ما يبتدي يعمل العضه فول بايت او عضه كامله. مدارس كابتن عبد الكريم تدريب الكلاب.